كيتو، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده يا حبايبي جايبين بلح كده وهنعمله عجوه كده مع بعض. نعمله سندوتشات كده للعيال تاخده معاه المدرسه او تفطري بيه حسب ما انت عايزه. يعني لو عيالك بيحبوه اعملي لهم دوت. في سندوتشات كده هتعمليه في فينو، اعمليه هتعمليه هتعمليه في عيش شامي، هتعمليه في عيش بلدي، بينفع ما بيقولش لا يعني. جبت اللي هو البلح اللي هو الاسود دوت اللي هو معانا دوت زي ما انت شايفاه كده، وقشرته كلاته، شلت منه القشره بتاعته وشلت منه الناقه. غسلته الاول طبعا عشان لو في رمله ولا حاجه. انا ما رضيتش، ما عملتش كميه كبيره، انا عملت كميه صغيره ومحتاجه ارجع اعمل تاني. يعني جايبه بنحب ناكله كده مع الفطار او ناكله كده برضو لوحده، فقلت اعمل شويه منه عجوه. وعاملة برضو العجوة بطريقة تانية من البلح اللي هو الناشف ده برضو على القناة. لو حد حب يعمله يعني يخش بقى يشوفه كده على القناة بالبلح اللي هو الناشف اللي هو بيبقى بنجيبه دوت في رمضان ونبله. النهاردة بقى يا حبايبي كده نسمي الله ونصلي على الرسول، علشان انا عايزة اتكلم معاكم في حاجة. النهارده يا حبايبي كده كنت انا بره، وقابلتني واحده يعني عارفاها جايبه ابنها من المدرسه. ولقيت ابنها عمال يعيط، فبقول لها هو بيعيط ليه؟ وهي بتضربه بصراحه يعني، وكانت بتضربه ضرب بغباء، مش ضرب كده وخلاص. هو الولد في تالتة ابتدائي. فبقول لها انت بتضربيه كده ليه؟ هو عمل ايه يعني عشان تضربيه كده؟ قالت لي ده عايز جمبري. بقول لها عايز جمبري. قالت لي اصحى صاحبه في المدرسة كان قاعد معاه في الديسك وامه عاملاله سندوتشات جمبري، جايبه فينو وحطله في السندوتشات جمبري، وهو شافها وعمال يعيط وعايز جمبري. يعني هو ينفع يا جماعة انتوا كده؟ انا عارفة في ناس هتقولي لا، انت اللي انت بتقولي ده كل واحد حر ويأكل عياله اللي هو عايزه. ماشي، كل واحد حر ويأكل عياله اللي هو عايزه، بس ما ينفعش تعملي سندوتشات جمبري وتديها لابنك في المدرسة. في ناس انت معاكي وقادرة تجيبي لابنك، في ناس تانية مش قادرة. يعني في ناس مش قادرة تجيب جمبري، فيه بتقولي واحدة جايبة فيليه، وواحدة جايبة بانيه، وواحدة جايبة مش عارفة ايه، وتقولي واحدة جايبة مش يعني مدية ابنها اكل في العلبة، حطاله ملوخية وحطاله رز وحطاله فراخ. يعني هو مش هيروح البيت يا جماعة ويبقى ياكل الحاجات دي في البيت؟ يعني انت لازم تديله الاكل ده معاه في المدرسة. انت اعملي له جبنه، اعملي له لانشون، اعملي حاجه يعني حاجه العيال بياخدوها كلهم يعني والعيال عارفينها. انما ما توديش فراخ في المدرسه ورز وملوخيه. ايه رز وملوخيه دي؟ رايح رحله، راحت تديله ملوخيه مع المدرسه وفراخ ورز وجمبري. طب الواد عمال يعيط يعني، والله بصراحة يعني هو صعب عليا. هي بتقول في ناس معاها ومقدرتها اللي هي تجيب جمبري لعيالها في المدرسة، احنا ما معناش يعني. كل واحد برضو يراعي ظروف التانية يا جماعة. يعني انت معاكي وجبت جمبري، في ناس تانية مش قادرة حتى تجيب البيضة دلوقتي ب7 جنيه. هي مش قادرة تجيب البيضة لو عندها 2 3 في المدرسة، عيلين 3 في المدرسة. هتروح تجيب بقى كل واحد بطين وهتجيب بقى فينو، وشوف هيخش لها في قد ايه. ده غير الغدا لما هم يجوا من المدرسة وتعمل لهم غدا. ففي ناس ما بتبقاش مقدرتها اللي هي حتى تجيب البيضة مش في مقدرتها. فيعني المفروض يعني احنا بره نراعي برضو ظروف بعضنا، يعني نراعي ظروف بعضنا. يعني في ناس معاها مقدرتها وفي ناس ما معاهاش. فانت اما ابنك يروح اكليه ان شاء الله، حتى يا رب تاكليه كل يوم جمبري وكل يوم لحمه، اكليه اللي انت عايزاه. بس مش في المدرسه قدام العيال برضه، مهما يكون هم اطفال وبيبصوا لبعض. في ناس هتقول لي ايه؟ لا انت تعودي ابنك ما يبصش لحد. طب ماشي، انا اعود ابني اللي هو ما يبصش لحد، وعلى قد اللي معايا بديله وهو راضي وكل حاجه. بس مش ما ينفعش تديله جمبري معاه وتديله فراخ وتديله بانيه ما ينفعش الكلام ده يعني. فوالله بصراحة الولد صعب عليا، وقعدت اسكت فيه وهو عمال يعيط ويقول عايز جمبري. يعني ما ينفعش. انت اكلي ابنك ما يروح اكليه ان شاء الله، حتى يا رب تاكليه كل يوم جمبري، اكليه فراخ، اكليه اللي انت عايزاه في بيتك. انما مش لازم تديه في المدرسة يعني.
والله ده في عيال بياخدوا كحكة كده، كحكة ب7 جنيه ب8 جنيه كحكة وكيس شيبسي. في عيال بتجيب شندوتشات اللي هي فول وطعمية، ده شندوتشين. طيب انت بقى مش لازم جمبري وفراخ مش عايز، مش عارفة اقول لك ايه بصراحة يعني. في ناس هتقول لي اللي انت بتقولي ده ومش عارفة ايه، بس مش لازم فشخرة كدابة يعني. انت اكلي ابنك اللي انت عايزاه في بيتك، انما ما تدوش بقى وهو يطلع الاكل قدام العيال، وكلهم عيال مهما كان برضو عياله بيبصوا لبعض. فمش عارفة بقى انتوا هتيجوا معايا في اللي انا بقوله ده، ولا ترجعوا تقولوا لي كل واحد حر ويأكل عياله اللي هو عايزه. بس ما ينفعش يا جماعة، انا شايفة كده ان هو ما ينفعش كل واحد يراعي ظروف التاني. واحنا اليومين دول يعني شايفين الدنيا غالية ازاي، الدنيا غالية ازاي، وكل واحد الله يعينه ويقوي على حاله. يعني الدنيا صعبة، وفي ناس مش في مقدرتها اللي هي تعمل زي ما انت بتعملي. انت مودية الحاجات اللي هي سندوتشات والحاجات اللي انت موديها دي، في ناس مش في مقدرتها. ده في ناس مش في مقدرتها حتى تجيب اللانشون والجبنة. والله والله يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده، في ناس صعب يعني حالتهم صعبة. مش لازم الفشخرة الكدابة دي. كل واحد يراعي ظروف التاني، اديله بقى زي اصحابه ما بياخدوا، وبعدين اما يرجع البيت اكليه اللي انت عايزاه. فمش عارفة بقى اللي متفق معايا في الكلام اللي انا بقوله ده برضو يكتب لي كده ويقول لي في الكومنتات. واللي يقول لي بقى، انا عارفة اللي في ناس هتقول لي كل واحد حر ياكل عياله اللي هو عايزه، بس ده اللي انا شايفاه بصراحة. يعني هو الواد صعب عليا وعمال يعيط وهي عمالة تضرب فيه. هي بتضربه كمان ضرب مش بالراحة، ده بتضربه ضرب مخنوق او متضايقة، وبتضربه والواد عمال يعيط ويقول عايز جمبري. ما ينفعش، ما ينفعش برضو. في الاخر وفي الاول اقول لكم ايه، هم برضو في الاخر وفي الاول عيال، طب لازم يبصوا لبعض. فالله يعين كل واحد على حاله، ويعين كل الناس كلها على حالها، ويوسع على الكل يا رب، يرزق الكل ويوسع على الناس كلها، ويقنعنا بالحلال ويبعد عننا الحرام اهم حاجة. نرجع بقى لموضوعنا دلوقتي. انا بعمل العجوة دي يا حبايبي، اللي هو البلح اللي هو الطري بتاعنا دوت. انا غسلته وفصصته كده ايه، شلت منه قشرته الاول، قشرت القشر بتاعه، وبعدين شلت منه الناء. وبعدين جبت طاسه كده، حطيت فيها معلقتين زبده. هي العجوه لازم تتعمل بزبده بصراحه يعني. فانت عايزه تعملها بسمنه برضو براحتك، مش لازم يعني. انت عايزه تعمليها كده اعمليها، عايزه تعمليها كده اعمليها. فانا عندي كان عندي حته زبده كده، حطيتها في الطاسه سيحتها، وبعدين نزلت بالبلح على الزبده. واقعد بقى ايه اهرس بقى في البلح كده في الطاسه، اهرسه علشان البلح يتهرس ويشرب من الزبده. وحطيت له معلقه قرفه صغيره، قرفه مش كاكاو، لا قرفه، عشان تطعمه كده وتديله الطعم بتاع القرفه الحلو ده. واللي ما بيحبش قرفه مش لازم يحط قرفه. انا حطيت القرفه عشان انا بحب القرفه وبحب ريحتها بصراحه، احبها في قرص، احبها في اي معجونات اي حاجه. القرفه حلوه انا بحبها يعني. فحطيت معلقه قرفه كده صغيره، وتنتني اهرس بقى كده بالمعلقه في العجوه بتاعتنا، في البلح لحد ما اتهرس كلاته وبقى عامل زي العجوه زي ما انتم شايفين كده. اتشرب من الزبده واتهرس، وشوحته كده في الطاسه كلاته كده ببعضه. وبعدين ايه فرغته في الطبق اهوت. عايز تعمليه بقى سندوتشات، تعمليه بالعيش الفينو، اعمليه. تعمليه في العيش اللي هو الابيض ده الشامي ده، تعمليه في العيش البلدي برضو، تعمليه كله ماشي بصراحة يعني، وكويس. وممكن تعملي سندوتشات فينو وتديها للعيال معاه في المدرسة، مش هيقول لا.